انا بدأت اكل نوح ابني في الشهر الرابع، وهقولك النهاردة على كل حاجة انتي محتاجة تعرفيها عن موضوع الاكل بالتفصيل الممل. اللي ما يعرفنيش، انا دكتور ندى عايد، دكتورة علاج طبيعي وتغذية علاجية، وجاية اكلمكم النهاردة عن اكل الاطفال من منظور الام والدكتورة. اهم واول حاجة لازم تبقي عارفاها امتى تقرري اللي هو لا خلاص ده الوقت المناسب ان انا لازم اكل فيه ابني. اهم حاجة ان ابنك يكون جايب الهيد كنترول. يعني ايه؟ ابنك عارف يمسك راسه، يعني وانت شايلاه مش مضطره ان انت تفضلي سانده ايديكي على راسه علشان خاطر راسه بتقع ومش بيعرف يمسكها. لا، اهم حاجه ايه؟ ابني يكون ماسك راسه كويس قوي، وكتافه كمان. يعني وانا شايلاه كده هو ايه؟ راسه والجزء اللي فوق ده ماسك نفسه. طب هو ليه اصلا بيقولك ان انتي بتدخلي الاكل من الرابع للسادس؟ وليه جزئيه الهيد كنترول دي مهمه؟ اولا انا عشان اكل البيبي لازم يكون هو جايب هيد كنترول، عشان الجزء ده هو يعرف يبلع ويعرف يستوعب معايا ان انا باكله. والنقطه التانية في التوقيت، في اطفال بتقدر ان هي تجيب الهيد كنترول على الشهر الرابع، وفي اطفال بتفضل متاخره لحد الشهر السادس. بس الطبيعي انا معايا من الرابع للسادس. لو وصلت للشهر السادس وابني لسه ما جابش الهيد كنترول، فهنا ضروري ارجع لدكتور الاطفال واقول له يا دكتور ابني ما جابش الهيد كنترول، فلازم يبص عليه. طيب بدخل الاكل بقى ازاي؟ انتي قدامك حلين. الحل الاولاني، انتي لو انتي بتاكلي والبيبي لقيتيه ملهوف على الاكل وعايز يدوق، بتدوقيه. والطريقه التانية ان انتي بتدخلي الاكل وسط الرضاعه نفسها. يعني وانتي بترضعيه يرضع شويه، بعد كده بتوقفي الرضاعه وهو في نفس البوزيشن، بتبتدي انتي تدخلي له الاكل في بقه، وبعد كده ايه؟ يكمل رضاعه علشان يفهم ان ده جزء من الاكل، وان هو ده ايه؟ ده روتين اساسي من الاكل بتاعي خلاص. وواحده واحده بنقلل فتره الرضاعه، وبنزود الاكل لحد ما بتبقى وجبه ايه؟ منفصله، لحد ما بتبقى الرضعه رضعه لوحدها والاكل اكل ايه؟ وجبه لوحده. القوام بتاع الاكل بقى بيكون عامل ازاي؟ هو دلوقتي البيبي بيرضع لبن، واللبن ده سائل، فانا عايزه ادخله الاكل، عايزاه ياكل، فطبيعي ان القوام بتاع الاكل يكون ايه؟ حاجه اتقل من اللبن اللي هو بيشربه، الماده السائله. فلازم القوام ده يكون اتقل. وانس ان هو دخلت له القوام اتقل وعرف ان هو ياخده، بوصل بعد كده على طول الليفل اللي بعده، ان انا اتقل قوام الاكل لحد ما بوصل في الاخر ان هو بديله الخيارية او بديله لقمه العيش او اديله حته الفرخه. كل يا حبيبي، هو يمضغ الاكل مع نفسه وخلاص تمام. فما ينفعش ان انا اطول في الفتره بتاعه تدريجه قوام الاكل. وانا مثلا هديله موزه، فبهرس الموزه كويس قوي بحيث ان هي تبقى خفيفه كده شبه المهلبيه، وابتدي ايه؟ ان انا ادوقه معاكي بقى الخضار، سواء كوسه، جزر، بطاطس، الفاكهه، التفاح والكمثرى، كل اللي موجود معاكي في البيت الدنيا زي الفل. اهم حاجه ان الفاكهه الصلبه اللي هتتحط على النار اسويها بدرجه حراره هاديه جدا. مش هقولك بقى بخار وقتي جهاز بخار ومش عارف ايه والجو ده، لا خالص. انتي حطي الحاجه على النار بس نار هاديه جدا جدا جدا، عشان الحاجات دي ما ينفعش تتعرض درجه حراره عاليه. وفي نفس الوقت لما بتقعد تغلي كتير ودرجه حراره عاليه، تبقى الحاجه قلبت فيها زي ريحه شياط كده، وفي نفس الوقت الفايده بتاعتها بتتكسر. فانا اسوي الحاجه على نار هاديه جدا 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 جدا، وابتدي ايه؟ يا دوبك بس تطرى، اللي هو ايه؟ ينفع ايه؟ اهرسها بالشوكه كويس قوي جامد، يبقى ايه؟ قوامها ايه؟ شبه المهلبيه زي ما قلنا. وابتدي ايه؟ ان انا اكلها للبيبي. الموضوع في الاول بيبقى سخيف شويه، ان انا كل شويه عايزه ادوق البيبي، ويا دوبك هي ربع جزرايه مثلا اللي هسويها، فبقى ايه؟ ناخدها شرايح كده صغيره، نحطها في الكنكه الصغيره على العين الهاديه على الشياطه، نسيبها 5 دقايق كده اللي هو يا دوبك تطرى وخلاص. بدي للبيبي بقى كام معلقه؟ بديله من معلقه ل5 معالق. بلاش نكتر قوي، وادي للبيبي كميه كبيره من الاكل مره واحده علشان بطنه ما توجعهوش، وعلشان كمان لو في حساسيه من الاكل او حاجه ما تبقاش الاعراض جامده قوي. وفي نفس الوقت انا بلاش ادي كميه كبيره قوي في الاول، لان هو اول مره يجربها، فهو لو جسمه هيستجيب ليها ومش هيبقى عنده حساسيه، بلاش انا اتعبه ان انا عرضته لاكل كتير قوي مره واحده، لانه هو مش متعود عليه. فانا بدي من كام؟ بدي من معلقه ل5 معالق الاكل الصغيره اللي هي بتاعت السكر دي، معلقه الشاي. تمام؟ البيبي بقى هيكون رد فعله ايه؟ بمجرد ما تبتدي تدوقيه، هو هيقعد ايه؟ يستوعب كده ويعمل لو بيدوق كده. بعد كده فجأة تحسيه فتح بقه وعايز ايه؟ يرجع، او ان هو شرقان ومش عارف يبلع، واللي هو كده، واللي هو فاتح لك بقه كده ومش عارف يتعامل ازاي. هو الاكل خلاص هينزل على زوره وهيبلعه، فهو القوام بتاعه مختلف، فهو حاسس ان هو ايه؟ هيتخنق. مره على مره على مره هيعرف ايه؟ ان هو يبلع والدنيا زي الفل. ولكن انا لازم ابقى عارفه امتى اسيب البيبي ان هو بيحاول مع نفسه وانا شايفاه ان هو عمال يبص لي كده ومش عارف يبلع او فاتح بقه، وامتى اسيبه وامتى لا بسرعه اجري عليه، لا هو كده شرق او كده حصل حاجه او انا كده لازم اتدخل. الموضوع بتاع فتحه بقه ده، وان هو يحس ان هو مخنوق وفاتح بقه كده، ده ما بياخدش ثانيه ثانيتين وبيبقى بلع والدنيا تمام وزي الفل. هو بس بيبقى خايف من التجربه. طب لقيت الموضوع زود، انا حاطه له حته قد كده والقوام بتاعها كويس، ما فيهاش حاجه صلبه، وفي نفس الوقت هو طول، هو ما بلعهاش كل ده او كل ده هو مخنوق، لا بسرعه اخد البيبي واشوف في ايه، ولو شرق اتصرف على طول. ممكن اعمل لكم فيديو مخصوص ان البيبي لو شرق او حاجه وقفت في زوره هتعامل معاها ازاي، عشان ما نطولش وقت الفيديو ده اطول من كده.
طيب انا بدي كده من معلقه ل5 معالق. اول مره ممكن ادي معلقه، ادي معلقتين، وبفضل بكرر كل نوع انا بدخله جديد 3 ايام ورا بعض. وانا اديت اول نوع 3 ايام، وتاني نوع 3 ايام، وتالت نوع 3 ايام، فانا كده البيبي خلاص عدى 10 ايام. فانا ممكن ادخله وجبتين في اليوم، يعني ادخله الاكل مرتين في اليوم. فانا بدخل حاجه وجبه في اليوم تبقى اكله هو اكلها قبل كده وما عندوش منها حساسيه وطمنت الحمد لله، والاكله التانية ايه، نوع جديد. ولازم ابقى عارفه ان انا ايه الاكل اللي انا دخلته جديد، وايه الاكل اللي هو اكله قبل كده، وانا الحمد لله مطمنه ان هو ما عندوش منه ايه حساسيه. وزي ما انا قلت، لو انا البيبي اول 4 5 10 ايام اديته اكل شبه قوام المهلبيه الخفيفه وخلاص استوعب فكره الاكل وبدا ان هو يبلع، ابتدي على طول اتقل الاكل، خليها مهلبيه تقيله شويه. بعد كده على اخر الشهر، يعني مثلا لو انا بدات من الرابع، على الشهر الخامس ابتدي بقى ايه اخد الموزه كده حته حته بايدي، مش لازم بقى اهرسها بالشوكه والجو ده، اقوم ايه مديها له. بعد كده على الشهر السادس هو همسكه الموزه واقطم يا حبيبي. تمام. فهو ايه بسرعه، بلاش اطول في مرحله زياده عن اللزوم، علشان البيبي ايه يوصل ان هو خلاص انا باكل وهو قاعد جنبي، ويبتدي ان هو ايه واخد اكله ويبتدي ان هو ياكل. انا كده اعتقد لميت الموضوع شويه، بس لو في اي حاجه نسيتها قولولي في الكومنتس نتكلم عنها، وانا لو افتكرت اي حاجه جديده انا ما قلتهاش هقولها لكم في الفيديو اللي جاي. وبس كده، انا دكتور ندى عادل، اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.